مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. اخي الفلاح، اختي الفلاحه، حلقه اليوم خاصه بتسميد العمق لزراعه الحبوب. هاد الزراعه اللي كتحتاج لكميات معينه من المواد المغذيه على حساب نوعيه التربه والخصوبه ديالها. فاخي الفلاح، الا بغيتي دير برنامج بالعقل ديال تسميد الحبوب ديالك، عندك طريقتين. الطريقه الاولى واللي كنصحوا بها ديما الفلاح كتعتمد على التحاليل ديال التربه وديال الاوراق، واللي كتمكن مختبر يحدد لك لانكري ديال سباق الارض وديال التغطيه. والطريقه الثانيه اللي كتعتمد فيها على كميات تقديريه على حساب الطوناج اللي كنوصلوا ليه والاحتياجات التقديريه لكل هكتار. وإلا اعتمدنا على الاستخلاصات ديال هاد الزراعه، فممكن نقولوا باللي باش ننتجوا قنطار واحد من القمح كيخصنا نجيبوا المعدل ديال 3 كيلوغرام من الازوت الخالص، زائد 1.7 كيلوغرام من الفوسفور الخالص، زائد 2.2 كيلوغرام من البوتاسيوم الخالص. اخي الفلاح، اختي الفلاحه، فالانكري ديال سباق الارض كنجيبوه مباشره بالسموار مع الزريعه، بحيث كنجيبوه في التربه وقت الزرع الاحتياجات كلها من الفوسفور والبوتاسيوم، والثلث من الاحتياجات من الازوت اللي هو 30 وحده في الهكتار بالنسبه للمناطق الجافه، و50 وحده للمناطق الملائمه، و70 وحده للمناطق السقويه. وهنا لازم نذكروا الفلاحه باللي لازم ياخذوا بعين الاعتبار الدوره الزراعيه والكميات ديال المواد العضويه والمعدنيه، سواء اللي يمكن تخلي او تاخذها من التربه. فعلى سبيل المثال، فعملية تثبيت تكافلي البقوليات قادر يعطي الفلاحة حوالي 75% من مجموع احتياجات من مادة الأزوت، ولذلك فإن أي كمية من الأزوت زدناها في التغطية يمكن تكثر الغطاء النباتي بلا قياس على حساب الغلة. وبالنسبة للعناصر الصغرى والثانوية في سباق الأرض، يمكن نزيدوا في التربة كميات في حالة النقص الحاد، ولكن على العموم يمكن نجيبوا احتياجات في سماد التغطية بالرش على الأوراق. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، ففي الأخير تبين باللي تغذية الحبوب وبالأخص في المناطق البورية كتطلب منا باش نحسنوا الدورة الزراعية ديالنا. فالكميات اللي كتستعملها القطنيات من الأزوت اللي كينتجوا التلال اللي في الجذور ديالها ما كتعداش 30%، ولهذا فالكمية اللي كتبقى في الأرض كبيرة، وكيمثل الأزوت الموجود في الحصيدة حوالي 200 كيلوغرام في الهكتار، وخاصك تعرف باللي كيتحول واحد الطرف كبير منه بسرعة، ولهذا خاصك تبطر وتستغلوا بزراعة الحبوب في إطار الدورة الزراعية اللي خاصة ببلادك. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.